الفطور في رمضان ماشي غير وجبه، بل فرصه باش تجدد الطاقه ديالك وتشارك لحظات زوينه تعطي لجسمك اللي محتاج. ولكن من السهل تسقط في فخ المبالغه في الاكل او اختيار مأكولات قليله القيمه الغذائيه. كيفاش تحضر فطور متوازن يجمع ما بين الصحه والمتعه؟ سلام، انا كريمه المبتهل، ناتشوروبات مختصه في الصحه والتغذيه، واليوم غادي نشارك معكم المفاتيح باش تحضروا فطور صحي ولذيذ ومغذي في رمضان. بداو بالترطيب. اول حاجه ديروها عند الفطور هي كاس كبير ديال الماء او شوربه خفيفه بحال الحريره او شوربه الخضره. هذا الشيء كيعاون الجسم على الترطيب وتحضير المعده للهضم. زيدوا البروتينات الخفيفه، البروتينات ضروريه باش تسترجع الطاقه ديالك في رمضان. اختاروا مصادر خفيفه بحال الحوت المشوي، العدس او الدجاج او السومو. ركزوا على الكربوهيدرات المعقده باش تبقى عندك الطاقه تدوم طول النهار. خاصك تاكل كربوهيدرات صحيه بحال الارز البني، الكينوا او البطاطا الحلوه، ولكن بكميه معقوله باش ما تثقلش على المعده ديالك. زيدوا الخضروات الملونه، الخضر الطازجه او المطهيه خاصها تكون عنصر اساسي في الفطور ديالكم، لان فيها الياف وفيتامينات ومعادن اللي كتعاون على الهضم والتوازن الغذائي. وما تنساش اللمسه الحلوه الطبيعيه. باش تختم الفطور بشي حاجه حلوه، اختار الفواكه الطازجه او التمر، حيت كتعطي سكر طبيعي وطاقه بلا ما كتسبب في تقلبات السكر في الدم. الفطور المتوازن هو السر باش تدوز رمضان براحه وطاقه متجدده. اعتنوا براسكم ونشوفكم في رمضان مع نصائح جديده.